هنجيب وقت منين لكل شغل البيت ده؟ بصراحة اليوم بيخلص بسرعة وأنا حاسة بكسل رهيب ومش قادرة أبذل مجهود كبير. بيتي على طول مكركب ومش بيبان عليه نظافة. طبعا دي عبارات كل ستات البيوت بيقولوها يوميا. تعالي بقى هقولك على خطوات بسيطة وسهلة هنعملها مع بعض هتخلي بيتنا على طول زي الفل وبأقل مجهود. أول حاجة هنبدأها في يومنا نفتح كده ونستقبل الهواء ونغير الطاقة كده اللي في الشقة. طلع الطاقة السلبية وندخل طاقة إيجابية جميلة وصباحكم زي الفل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح. بعد ما عملنا مع بعض اول خطوة وهي زي ما قلنا نفتح الشقة كده ونخرج الطاقة السلبية الوحشة دي وندخل الطاقة الايجابية الجميلة ونور وهواء وشمس كده ربنا، نبتدي بقى تاني خطوة هي الفطار. بصوا ما تستهونوش بالخطوة دي ابدا لان دي الخطوة اللي هيترتب عليها كل حاجة احنا هنعملها في يومنا. لو انتي ما فطرتيش هتحسي ان انتي كسلانة وهمدانة ومش قادرة تعملي حاجة، من الاخر ما عندكيش طاقة ولا قادرة تبذلي اي مجهود. طيب مالكيش في الفطار ده، خلاص يا ستي خليه للولاد وتعالي بقى اعملي حاجه بسيطه لو انت من النوع اللي ما بتفطريش او مش بتقدري يعني انك تاكلي فطار تقيل على الصبح. لو انت ليكي في القهوه كوبايه القهوه مع بسكوته، كوبايه شاي بلبن مع كيكايه، كوبايه نسكافيه كابتشينو مع اي حاجه بسيطه عندك، كيس بسكوت او اي حاجه. المهم ان انت لازم تفطري حتى لو فطار خفيف جدا علشان خاطر هتاخدي طاقة. كمان قعدتك مع نفسك الصبح كده وانت بتشربي حاجة وبتاكلي، هتحسي ان انت ايه عارفة اللي هو قعدتي قاعدة مع نفسك كده واستعديتي وخدتي العزم والقوة عشان نقدر نشوف يومنا الجميل هيمشي ازاي. فصدقوني يعني امشوا بالخطوة دي ومش هتندموا ابدا ابدا ابدا. طب خلاص بقى خلصنا وفطرنا، مش هنقعد بقى كده ساكتين، لا. اول حاجه هتبداي بيها بتكوني من بالليل مطلعه الاكل اللي انتي يعني هتعمليه. فراخ هتطلعيها تفك وتسيبيها في التلاجة، لحمه ايا كان. هتبداي بالخطوه الاولى ان احنا هنسلق الحاجه اللي عندنا، يعني ده لو انت هتعملي الاكل ده حاجه فيها سلق زي سلق لحمه او سلق فراخ. اما لو حاجه سريعه هتركني خطوه الاكل دي شويه وهقول لكم هنخليها امتى. يبقى احنا كده خلاص متفقين. لو احنا هنعمل اكل فيه حاجه محتاجه سلق يعني محتاجه كذا خطوه، يبقى لازم ابدا بالسلق ده الاول علشان احس ان انا على الاقل نص الاكل خلص مني. يبقى انا كده انجزت اكل وبعدين هروح اشوف انا هعمل ايه بعد كده. لكن مركنش الاكل للاخر الا في حاله واحده لو هي اكله سريعه واكله هتحتاج يعني خطوه واحده فخلاص هخليها قبل الغدا. طيب سلقنا، هنطفي النار وهنخش نشوف اللي ورانا. بصي بقى يا ستي، اول حاجه هتعمليها تشوفي ملايات السراير انت لسه مغيراها هتعدليها. حسيت ان هي مش نظيفه وخصوصا ان احنا في الصيف وبتحتاج تتغير طبعا يعني بالكتير كل يومين، نبتدي ان احنا ايه ندخل غرفه غرفه كده نظبط السراير ونغير الملايات. شفطي بالمكنسه وابتدي كده ادي مسحه خفيفه. حتى ما تشيليش السجاد خالص، احنا اكيد مش هنشيل السجاد كل يوم بس على الاقل لو انت حاسه ان الغرفه دي محتاجه تنظيفه حلوه خلاص صفاتي السجاده واركنيها على جنب وامسحي كده ودي كده ريحه النظافه وبعدين افرشي السجاده. حاسه ان الغرفه نظيفه خلاص هنشفط ونمسح بس اللي هي ايه الاعتاب او الحاجات اللي هي باينه من السجاد، بس مش اكتر من كده. مجرد حاجه زي ما بقول لكم كده تدي ريحه وريحه نظافه وتحسسنا بارتياح. خلصنا الغرفه الاولى اللي هي غرفه النوم، ببتدي ان انا اقفلها وادخل على طول على غرفه الاطفال. طبعا بيكون الولاد صحيوا وفطرتهم، ببتدي بقى ان انا ايه اظبط الاوضه بتاعتهم اغير لهم الملايات ونفس الخطوات اشفط السجاد وامسح العتب. وزي ما بقولك لو انت حسيتي ان في غرفه محتاجه كده تنظيفه محترمه وان هي مش نظيفه خلاص يبقى خلي غرفه تنظيفه على طول كده على السريع من على الوش، والغرفه التانية بقى ابتدي اشيل السجاد وانضف وخليها زي القشطه. طبعا اكيد كل ست بيت بتبقى عارفه بيتها محتاج ايه، بس طالما عملتي معايا الخطوات دي صدقيني هتلاقي على طول بيتك زي الفل. نبتدي بقى نظبط كده واخر حاجه بنرش المعطر ويا سلام على الخطوه القمر دي. طب مش احنا غيرنا الملايات؟
اوعي تحطيها في الباسكت بتاع الغسيل، على طول على الغسالة. صدقوني الملايات دي من الحاجات اللي هي بالرغم ان هي بتكون يعني انت لما 3 ملايات ولا حاجة، بس بتلاقي ثبت الغسيل بقى قد كده، ودي من ضمن الحاجات اللي بتسبب لنا طاقة سلبية وزهق وبتحسسنا ان البيت كله فوق دماغنا. فانتي شيلي الملايات، عودي نفسك على كده. انا شلت الملايات من على السرير، مش هدخلها في الثبت ابدا، انا هدخلها في الغسالة على طول واشغل دورة غسيل. يبقى انتي كده ماشية خطواتك على طول. شلتي الملاية، حطيتي في الحاجة في الغسالة، شغلتي الغسالة، كل ده الغسالة تشتغل وانتي كمان شغالة على طول اهو. بنعمل ايه بقى والغساله شغاله؟ احنا كمان هنشتغل معاها، احنا مش هنقعد ساكتين ولا هنستناها ابدا. احنا دخلنا على الريسبشن، نبتدي بقى ايه، نظبط كده من على الوش الحاجات اللي بتتعمل كل يوم. انا عندي ترابيزات، وعندنا احنا في صيف وبنشغل مراوح، وده بيوزع طبعا التراب في الجو، فببتدي ان انا الفوطه في ايدي المع على طول الترابيزات، اي حاجه كده باينه المعها. بصي مش شرط كل يوم تشيلي المفارش اللي على الترابيزه، انت ممكن تلمعي الحاجات اللي باينه من المفارش. حسيتي ان المفارش مش نظيفه، طبق في شويه اريال تنقعيهم فيه شويه وتاخديهم تنشريهم، يبقى برضو دي خطوه جميله وحاجه كده نظافه عملتيها، وايه هتريحي نفسك منها، ويبقى الحاجه كده على طول عندك منوره، المفارش منوره والترابيزات منوره وكل حاجه جميله. المفارش نظيفه يبقى خلاص يا ستي، لمعي حتى ان شاء الله من على الوش. انا مش بقولك تبذلي المجهود اللي هو لا، ممكن يعني المفرش مفروض زي ما هو، خلاص انا هلمع الحتت اللي باينه بس. ابتدي بقى كده اظبط حاجتي واظبط الريسبشن. الكوشنز زي ما انتوا شفتوا كده ظبطتها، ظبطت مكان القعده بتاعتنا. ولو انت قدرتي انك بالليل يعني من قبل ما تنامي تكوني مظبطه القعده دي تمام، مش قادره خلاص ما تضغطيش على نفسك. تاني يوم الصبح ادينا قمنا وعملنا كل اللي ورانا. بصوا زي ما بنبدأ بالغرف لازم كمان نهتم بالريسبشن، علشان خاطر ما نضمنش حد يجي لنا يعني كده، فاهمني؟ ومن غير صدقوني ما حد يجي، لازم البيت يبقى زي الفل. بعد كده خلصت التلميع، اشفط بالمكنسه. المكنسه دي من الحاجات الاساسيه اللي في ايدك كل يوم، تشفطي بالمكنسه، تلمعي الاعتاب او الحاجات اللي باينه من السيراميك، والفوطه في ايدك تلمعي ايه الترابيزات. طب الحاجات دي متعبه يا نيمو؟ لا صدقوني بجد، مش بقولك على حاجه تيجي بيها على نفسك، ولا بقولك كل يوم يلا يا ستي اقعدي اغسلي في السجاد واغسلي في البلكونات، لا دي حاجات بسيطه مش هتاخد في ايدك نص ساعه، بس هتخلي بيتك يظهر بمظهر زي الفل. طبعا الخطوات اللي انا بقولها دي خطوات يوميه، ما هياش تنظيف عميق، عشان ما حدش يجي يقول لي طب ايه يعني احنا كده ما نضفناش التنظيف العميق. لا دي الخطوات اليوميه اللي انت تمشي عليها، وبكده هتحسي ان دايما بيتك منظم وجميل. بصوا بقى كده احنا مخلصين كام حاجه مع بعض. احنا خلصنا الغرف، وكمان ابتدينا ان احنا خلصنا الريسبشن، شفطنا الشقه كلها اهو بالمره، الطرقه وكل حاجه، الغساله شغاله وقربت تخلص على الملايات اللي احنا لسه شايلينها، وكمان سلقت الاكل اللي عندي. ومهم جدا جدا صدقوني خطوه انك لو عندك حاجه محتاجه تتسلق زي فراخ او لحمه تسلقيها، لو عندك حاجه محتاجه تتبل تتبليها، لكذا سبب، لان في حاجات بتبقى محتاجه تتبيله او تقعد في التتبيله فتره، فكده احنا لما بنتبلها الصبح ونخلص منها بنحس ان هي بقى خلاص حاجه وراحت من دماغنا. وفي نفس الوقت لو حاجه محتاجه تتسلق ما ينفعش قبل ما الولاد يجوا من المدرسه او النادي او جوزي يجي من الشغل ابتدي ان انا اسلق واعمل اكل، فانا ببدا بنص خطوه الاكل وبعدين بخلي النص التاني قبل ما هم يجوا. مش احنا بقى خلاص غسلنا الملايات، على طول على طول على طول ننشرها. بصوا يا جماعه ما نسيبش اي غسيل في الغساله ابدا، لان دي من ضمن الاسباب اللي بتخلي الناس تقعد تشتكي وتقول الغسيل بتاعي مكمكم، انا الغسيل بتاعي ريحته مش حلوه. لا نطلعه كده للهواء وللشمس يتشمس، وفي نفس الوقت نبقى خطوه وخلصنا منها. حطينا الغسيل في الغساله وكمان خدنا نشرناه على الحبل، يبقى فاضل لنا خطوه واحده بس وهي تطبيق الغسيل. بعد ما خلصت كل اللي ورايا ببتدي اعمل ايه، ارجع بقى للخطوة الاخيرة اللي هي الاكل. بصوا انا كده بنهي خطوة الاكل، بكون خلصت كل حاجة وغسيل 12 والدنيا تمام. ابتدي بقى اعمل الطبيخ بتاعي ايا كان الطبيخ ده اللي انا هعمله، فبيبقى خلاص دي الخطوة التانية والاخيرة، ان انا اشطب الاكل بتاعي، علشان ايه، يبقى انا الولاد جم، جوزي جه، انا نزلت رحت مشوار، حاجتي شقتي زي الفل، وكمان الاكل بتاعي معمول. بصوا بقى الدنيا ماشية سلسة وبسيطة. طبعا في النص ممكن نريح، لكن هقولك على حاجة اوعي تعمليها بجد بجد صدقوني. ما ينفعش ان انا في النص اكون لسه ما خلصتش الاكل ولا مثلا نشرت غسيلي او شطبت شقتي واقعد اعمل مكالمة لصاحبتي او قريبتي او كده.
طويلة. يعني احنا عارفين بقى احنا كستات والرغي بتاعنا المكالمات بتستغرق. انا ممكن الاقي نفسي ان انا في المكالمة قعدت بالساعة وساعة الا ربع. طب ما انا اولى اخلص حاجتي الاول، وبعدين يا ستي عندك اخر النهار اتكلمي زي ما انت عاوزة في التليفون، بس تبقي خلصتي كل اللي وراكي. فدي من الحاجات اللي بتضيع الوقت. النت يا جماعة، النت والموبايل من الحاجات اللي حقيقي حقيقي يعني بتهدر الوقت. جربوا كده، احسبوا لنفسكم. يعني احنا بنقعد ساعات على الفيس، ممكن نلاقي نفسنا ساعة واتنين وتلاتة عدوا واحنا ما استفدناش بيهم. نفس الحكاية على اليوتيوب، إلا إذا كانت حاجة بتحمسك وبتحفزك. يعني مثلا أنا في ناس كتير بحبها وبحب أتفرج على الروتينات بتاعتها، وبحب إن أنا بحس إن هما بيشجعوني. خلاص مفيش مشكلة، أنا هفتح الموبايل وهبتدي إن أنا أسيبه، يعني أسمعه وأنا شغالة. بجد الخطوة دي حاجة يعني صدقوني صدقوني بجد يعني بتساعد كتير. إن شاء الله حتى ما تبصيش في الموبايل خالص، يعني أنت خليه بعيد. كفاية الصوت، هتحسي إن في حد معاكي. هتحسي إن لو الروتين ده حد بيشتغل قدامك بيعمل، هتحسي ان انت متحمسه قوي ومتشجعه ان انت عايزه تطبخي، عايزه تعملي حاجه، وفي نفس الوقت بتكوني متسليه. بس بلاش انك تمسكي بقى الموبايل وتقعدي كده على الانتريه وتقولي طب انا هبص شويه على الفيس او على اليوتيوب. لا صدقوني، دي من اهم الحاجات اللي بتهدر الوقت ومش بنحس بيها. فجاه هتلاقي جوزك بيخبط، هتلاقي ولادك بيخبطوا، وانت ولا عملتي اكل ولا عملتي اي حاجه. فلا، خليكي ناصحه وشاطره. وطبعا كلنا يعني بنتعلم من بعض، وبجد بلاش تهدير الوقت. وطبعا الصحيان بدري، يعني زي ما بنفتح كده ندخل طاقة إيجابية، من ضمن الحاجات اللي هتدينا طاقة إيجابية وهتخرج الطاقة السلبية من حياتنا هي إن احنا نصحى بدري. مش هقولك يعني 7 الصبح ولا 8 الصبح، احنا في أجازات، بس على الأقل يعني مثلا يعني 10 11 بالكتير، عشان تحسي إن اليوم مطرش منك. تمام. لأن بجد بجد الصحيان متأخر ده بيخلي فيه قلة بركة رهيبة في اليوم. خلصنا الاكل والدنيا زي الفل، وانتي واقفه كده ما يجراش حاجه، ما تكسليش. فوطه في ايدك، وابتدي ان انتي ادي تلميعه للبوتاجاز كده على طول. لو انتي عملتي بعد كل اكله التلميعه دي، انتي مش هتحتاجي اساسا سبونشه ولا سلكه ولا اي حاجه الا ممكن مره في الاسبوع. يعني لو بعد كل اكله او كل طبخه على البوتاجاز بفوطه كده، وترشي عليها شويه ميه وديتول، وتبتدي ان انت تلمعي البوتاجاز بتاعك، صدقوني ما هتحتاجوا ان انتوا تغسلوه كل يوم. من ضمن الحاجات اللي بترهقنا وبتضيع وقتنا وبتحسسنا ان شغل البيت متعب ومرهق جدا، ان احنا بنسيب الدهون تتراكم ايا كانت بقى، اتراكمت على المطبخ، اتراكمت على البوتاجاز. وطبعا لما بنيجي ننضفه بنحس ان احنا بناخد وقت طويل ومجهود، وبنبقى زهقانين ومتضايقين جدا، ونقول يا ده تنظيف البوتاجاز صعب. لا صدقوني، فوطه في ايدك، شويه ميه بديتول او اي منظف بسيط عندك، تلمعي كده البوتاجاز والحوامل بعد كل طبخه، هتلاقيه زي الفل. ومره واحده في الاسبوع بنبتدي ان احنا ننضفه تنظيفه حلوه كده بسلكه ناعمه او سبونشه، وننقع كده العيون، والدنيا بتبقى زي الفل معانا وباستمرار. طيب خلصنا بقى خلاص، البوتاجاز مش هياخد في ايديكوا صدقوني 5 دقايق، اقل من 5 دقايق. نبتدي بقى على المواعين. لو عندك غسالة اطباق، ما تسيبيش الحاجة في الحوض. يعني دايما الاقي ناس عندهم غسالات اطباق يفضلوا راكنين المواعين في الحوض لحد بالليل. لا، طب ايه الطاقة السلبية اللي انت بتسببيها لنفسك دي؟ ليه تقولك انا هلم الحاجة بالليل بقى في غسالة الاطباق؟ لا، انت على طول المواعين اللي طلعت من الطبخة حطيها في الغسالة، واقفلي الغسالة لحد ما تكمل خالص. يعني تمليها طول اليوم بقى، افضلي املي فيها. بس مهم ان انت ما تسيبيش كوبايه في الحوض، اي كوبايه تطلع منك في الغساله في الغساله، ونشغل الغساله اخر اليوم. طيب الناس بقى اللي ما عندهاش غسالة، يعني مشكلة مش هنعرف نعيش؟ لا عادي جدا على فكرة، كنا عايشين من غير غسالات. هي حاجة من ضمن الحاجات اللي مهمة، بس وربنا يا رب يرزق كل واحد وكل واحدة كده تجيب كل اللي نفسها فيه وتجيب حاجات تسهل عليها. بس مش معنى ان هي ما تكونش عندنا، او احنا مش لسه مش في مقدرتنا ان احنا نجيبها، يبقى خلاص الدنيا هتقف وان احنا مش هنقدر نعمل المواعين ولا الحاجات دي. لا، هقولك تعملي ايه. انت خلصتي الطبخة، بلاش برضو حوار ان احنا نقول ايه طب انا هحط المواعين في الحوض وابتدي ان انا بالليل اشطب كل المواعين. لا، مواعين الطبخه، الحله، مش عارفه ايه، ابتدي ان انا ايه اغسلهم. طلع مني سكينه مكان ما خرطت البصله، طلع مني كم معلقه كنت بقلب بيهم، مش عارفه ايه، على طول كده وانا واقفه اغسلهم. مش هحس بالمجهود اللي هو، يعني انت لما تغسلي المعالق وانت واقفه على طول ان انت استخدمتيها في الطبخ، تغسلي الحله اللي انت طبختي فيها، انت مش هتحسي بمجهود. امتى هتحسي بمجهود وتحسي ان انت وقفتي ساعه كامله في غسيل المواعين؟ لو انت فضلتي تراكمي مواعين الطبخه دي على المواعين اللي هتطلع من الغدا، على كوبايتين الشاي اللي هتشربيهم انت وجوزك، على كوبايتين الحاجه الساعه اللي هيشربوهم الولاد، يعني هتيجي بالليل تقولي ايه ده، ايه الجبل اللي انا هقدر ان انا اعمله ده؟ لا، الدنيا صعبه عليا والمواعين صعبه والكلام ده كله. فامشي بالنظريه دي في حياتك، صدقوني صدقوني هترتاحوا. ويعني ده عن تجربه.
يعني زي ما بقول لكم احنا بننصح بعض وبنفيد بعض، واللي عنده برضو نصايح هو مجربها في البيت بتسهل عليه توضيب البيت وبتخلي كده البيت دايما نظيف، ويعني بتسهل علينا والوقفه عامه، اكتبوا لي برضو في الكومنتات عشان استفاد منكم. فالمهم كنت بقول لكم ان النظريه اللي احنا هنمشي بيها في اي حاجه، الحاجة اللي بتتعمل أول بأول ومش بنراكمها علينا بتبقى سهلة وبسيطة جدا ومفيش أسهل منها. زي الغسيل لما غسلناه شلنا الملايات حطيناه في الغسالة اتنشر على طول، مش لسه بقى هقعد اقول يا لهوي على كم الغسيل اللي عندي في سبت الغسيل ولا الكلام ده. زي المواعين اللي خلصنا الطبخة بتاعتنا وغسلناها ورجعنا لقينا كوبايتين شاي بس شاربينهم، غسلنا الكوبايتين وبعدين معلقتين وهكذا. زي مثلا البوتاجاز اللي بعد ما خلصنا الاكل على طول نضفناه كده بالفوطه سريعا، ما خدش في ايدينا دقيقتين. فصدقوني هي بجد بجد النظريه دي مريحاني جدا جدا في حياتي وفي شغل البيت وبتسهل عليا، اللي هي ما نراكمش حاجه علينا لاخر اليوم ابدا. ربنا يا رب يدي بجد كل ست بيت الصحة، ويعني دايما كده يديها القوة ان هي تقدر تخدم نفسها وبيتها وولادها لان فعلا ده بيبقى مجهود ودي بتبقى مسؤولية، واكيد يعني ربنا بيكافئنا عليها. وما تزعليش ما تزعليش لو بيتك اتكركب كل يوم، تزعليش لو بعد ما شطبتي الحوض واتفرجتي على جماله وهو مراية كده ولمعناه بالفوطة وخلاص نشفناه نلاقي الولاد حطوا كوبايات. لا، ده رزق على فكرة، دي نعمة. دي حركة في البيت، ده حس في البيت، اوعي تزعلي، لا قولي الحمد لله ان في حركة، في ولاد، في حس، في ان انتي اصلا يعني عندك حركة في البيت، مش بيتك ساكت ما فيهوش حد. لا، ما تزعليش لما السبت تتفرجي عليه بتاع الغسيل وتقولي ايه الله يا ده انا خلصت وفجأة تلاقي تيشرتات وحاجات والسبت اتملى تاني. طب وايه يعني، ما هو كده في حياة. ربنا يديم علينا نعمة الحركة والحس اللي في البيت، وان احنا ويدينا الصحة ونوضب تاني وتالت ورابع، يعني مفيش مشكلة خالص. بصوا بقى، بعد ما خلصنا الغدا واتفرجنا على المسلسل اللي بيجي ده وقت الغدا احنا اكيد كلنا عارفينه، وشربنا كوبايتين الشاي الكوبايه المتينه بقى، وقعدنا الرغي اللي بعد كوبايتين الشاي دول، ببتدي بقى ايه لو في اخر النهار كده اي تيشرتات اي حاجات بقى غسله تانية. يعني احنا ما فيش مشكله على فكره لو شغلتي الغساله مرتين، مره الصبح ومره بالليل، عادي جدا مش هيأثر عليها. تحطي برضو الحاجه في الغساله وتنشري حاجتك وخلاص خلص بالنسبه لنا اليوم. تعالوا بقى كده نكافئ نفسنا، كوبايه القهوه بتاعتنا الحلوه، اعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. عايزه حاجه ساقعه يلا يا ستي صبي كوبايه حاجه ساقعه، كوبايه عصير، كوبايه قهوه، واقعدي كده اخر النهار قدام بقى التلفزيون. خلاص احنا خلصنا المهام بتاعتنا وخلصنا الهوم ورك بتاعنا وخلصنا كل حاجه، نقعد بقى كده نشرب حاجه ونبتدي بقى الغسيل اللي احنا لميناه بتاع اخر النهار ده، الغسله بتاعت اخر النهار دي. لو عندنا اي غسيل ولا اي حاجه نبتدي كده نقعد كوبايه الشاي جنبنا ولا كوبايه القهوه والتلفزيون قدامنا، واقعد اطبق حاجتي بالراحه وبمزاج. عايزه اقول لكم الناس اللي دايما تتضايق من تطبيق الغسيل، لما بتطبقوه انتوا بتتفرجوا على مثلا حاجه بتحبوها او بتسمعوا حاجه بتحبوها مش بتحسوا بيه خالص، وممكن بقى في الوقت ده ترغي في المكالمه الحلوه اللي انت هتكلمي فيها صاحبتك مامتك اختك. مفيش مشكله، احنا كده كده مش ورانا توضيب ولا حاجه، ده احنا خلصنا كل حاجه وشطار، وبس مجرد ان انا محتاجه ايه اتسلى علشان اطبق الغسيل. بس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، فيديو طلب مني قبل كده الخطوات تسهل علينا اليوم، تسهل علينا التنظيف، ما تحسسناش ان احنا بنبذل مجهود كبير قوي، لان احنا كمان في صيف وفي حر ويعني الطاقه قليله شويه. فبجد اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم وفاتكم ولو حتى بحاجه بسيطه خالص، اي معلومه كده على السريع، واكون قدرت ان انا اجمع لكم افكار كده مع بعضها في فيديو واحد، تساعدكم على الروتين اليومي بتاعنا وازاي بيتنا يكون نظيف ومترتب وما نبذلش مجهود كبير. واللي بقى وصل منكم لحد هنا في الفيديو بجد بشكركم جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي، وانتوا اكيد عارفين ومتاكدين من النقطه دي. بتمنى بقى تشجعوني بلايك قمر زيكم كده للفيديو، شير كتير عشان الكل يستفاد. اشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.